طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. قسم السياحة بالإقليم الأوسط ينظم ورشة عمل حول تطوير القطاع السياحي. مناقشة خطة تطوير التعليم بمديرية شعب. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم سيمينارا للعمال في عد غيح. ترامب يعلن اتفاق هدنة بين إسرائيل ولبنان، وإيران تفتح مضيق هرمز. بوركينا فاسو تقرر حل 118 جمعية ومنظمة غير حكومية. إسبانيا تقود تحركا دوليا لمواجهة سياسات اليمين المتطرف. إلى التفاصيل. نظم قسم السياحة بالإقليم الأوسط ورشة عمل ركزت على تطوير الأنشطة السياحية، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة في أسمر ومشاركة عدد من الشركاء. وأكد مسؤول فرع التراخيص والرغابة بالمؤسسات السيد تخلق جبرلول أن الورشة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، بما يساهم في تنفيذ البرامج المخططة واستثمار الإمكانيات والموارد السياحية المتاحة بشكل أفضل، مشددا على أهمية الشراكة لتحقيق نتائج ملموسة. من جانبه استعرض مدير عام الثقافة والرياضة بالإقليم الأوسط السيد أسمر رمز برهان العلاقة الوثيقة بين التراث الثقافي والمقومات السياحية، مسلطة الضوء على دور المناسبات الوطنية والدينية في تنشيط الحركة السياحية، وذلك من خلال عرض مرئي تفاعلي. وتناولت الورشة أهمية السياحة كقطاع حيوي والدور الذي تلعبه الفعاليات الثقافية والتراثية في دعم نموه وزيادة تدفق الزوار. وفي مداخلاتهم دعا المشاركون إلى ضرورة صيانة المباني ذات الطراز المعماري في أسمر والحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية المحيطة بها، مؤكدين إن ذلك من شأن تعزيز جاذبية المدينة السياحية. كما قام المشاركون بجولة ميدانية إلى منطقة مايد منى للاطلاع على مقوماتها السياحية. وفي ختام الندوة دعا المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان الجهات العاملة في القطاع لتكثيف جهودها والتركيز على تحسين جودة الخدمات السياحية، بما يعزز مكانة الإقليم كوجهة سياحية واعدة. نظم فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا موسعا لمناقشة نتيجة دراسة خطة تطوير التعليم التي نفذت خلال السنوات الخمسة الماضية يوم 15 من إبريل في شعب. وخلال الاجتماع الذي شارك فيه مشرفين تربويين ومدراء مدارس ومعلمين وأعضاء لجان التعليم، أوضح مسؤول تنمية قدرات المعلمين الأستاذ جرمايزر يعقوب أن أكثر من 71% من المدارس أعدت خطة تطوير خاصة بها، وتمكنت نسبة كبيرة منها من تحقيق نتائج مشجعة، مشيرا إلى أنه تم تحديد أبرز التحديات ووضع مقترحات لمعالجتها. من جانبها أكد مسؤول التعليم في مديرية شعب الأستاذ جمع صالح أن خطة التطوير ساهمت في رفع كفاءة المعلمين وتحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم داخل المدارس. وفي مداخلتهم شدد المشاركون على ضرورة تنفيذ الفاعل للخطة الجديدة واستمرار إجراء الدراسات التقييمية بشكل دوري، إلى جانب إيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة. نظمت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا فرع الإقليم الجنوبي سيمينارا للموظفين العاملين في مؤسسات هيئة الكهرباء والبنك التجاري وخدمات الاتصالات وكلية التربية واللغويات في مدينة عد غيح. وفي سيمينار الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للعمال في 16 من إبريل، قدم خبير السياسات الصناعية الشاب تسفيد حقوس توضيحا مفصلا حول تعزيز الإنتاجية والمفهوم النظري للإنتاجية وأساليبها واستراتيجياتها وتأثير هدر العمالة وقرص عقلية الإنتاجية في نفوس العاملين، وأهمية تنمية مهارات العمال وقدراتهم ودور إدخال الآليات وتجديدها. وأكد أن تعزيز الإنتاجية يزيد من مستوى التنافسية، وأن إنتاجية الأفراد والمؤسسات هي إنتاجية المجتمع والوطن. واستشهد بأمثلة على أن التأخر عن العمل يعتبر أمرا ضارا بالإنتاجية والكرامة.
وحث المشاركون على إنشاء مراكز لرعاية الأطفال للأمهات وتعزيز هذا النوع من السيمينارات والتأهيل المستمر لرفع كفاءة المعلمين ومعارفهم سعيا لزيادة إنتاجيتهم. وأخيرا حث مدير مديرية الدغية السيد أبتاي تسبازجي وحث على إلى المزيد من الاهتمام في هذا الصدد، لأن الإنتاجية تبدأ بالموقف والاستعداد النفسي. نظم سلطة الغابات والحياة البرية برنامجا تدريبيا لأعضائها في دار الضاحية قلعال، وركز على أساليب حماية وإدارة الموارد الطبيعية خلال الفترة من 11 إلى 15 من إبريل. التدريب تناول عدد من المحاور أبرزها طرق الحفاظ على الأشجار وحمايتها من التدهور، إلى جانب آليات مراقبة ومتابعة الحياة البرية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في هذا المجال. وفي ختام البرنامج دعا المدير التنفيذي للسلطة العقيد كنفي هبطوم المشاركين إلى تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا والعمل بالتنسيق مع المديريات لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدا استمرار تنظيم مثل هذه البرامج مستقبلا. وفي سياق متصل نفذت بمنطقة عيسى علاب وإدارة ضاحية قلعال أنشطة ميدانية توعوية ركزت على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. من جهتها أوضح مسؤول سلطة الغابات بالإقليم الرائد سلومون هايلي أن حماية الغابات والحياة البرية لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فاعلة من المجتمع، مشددا على أهمية تكثيف برامج التوعية البيئية بشكل مستمر. ودعا المشاركون إلى تعزيز الجهود المجتمعية في مجال حماية البيئة والمساهمة في دعم المبادرات الهادفة لصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. خرجت شرطة إريتريا دفعة جديدة من أفرادها تلقوا تدريبا في مجال التكنولوجيا الحاسوب بمركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دكة محرية يوم 14 من إبريل. وبلغ عدد الخريجين 27 عضوا من منتسبي الشرطة وقدموا من إدارات ومواقع شرطية مختلفة، إضافة إلى مشاركين من المكتب المركزي للشرطة. وأوضح مسؤول فرع تدريب المشترك الأستاذ عندهم مسازجي أن البرنامج التدريبي جمع بين الشقين النظري والتطبيقي بهدف رفع كفاءة المنتسبين وتعزيز قدراتهم في استخدام التقنيات الحديثة في العمل الشرطي. وأشار إلى أن التدريب يمثل خطوة أولى داعيا الخريجين إلى مواصلة تطوير مهاراتهم من خلال التطبيق العملي وبذل المزيد من الجهد الشخصي. وشهد حفل التخريج تكريم عدد من المتدربين المتميزين الذين أظهروا أداء لافتا خلال فترة التدريب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وأجرى لبنان وإسرائيل أول محادثات دبلوماسية مباشرة بينهما منذ عقود في واشنطن بعد أكثر من شهر من الحرب بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران. وقال ترامب أنه وجه نائب الرئيس جيدي فانس وآخرين للعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل تحقيق سلام دائم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس اللبناني سيجريان محادثات لوقف القتال، لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون رفض إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لما صرح به مسؤول حكومي مطلع على تطورات لوكالة أسوشيتد بريس. وأصر لبنان على وقف إطلاق النار لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله قبل الدخول في مفاوضات مباشرة، متعهدا في الوقت نفسه بالالتزام بنزع سلاح الحزب. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتوقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان. وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الترحيب بهذه الخطوة من جانب إيران. أعلنت السلطات في بوركينا فاسو قرارا يقضي بحل نحو 118 جمعية ومنظمة غير حكومية ومنعها من ممارسة أنشطتها على كامل الأراضي البلاد، وذلك بدعوى عدم امتثالها للأحكام القانونية المعمول بها. وأكد وزير الإدارة الإقليمية والتنقل أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفات. ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق قانون جديد تم اعتماده في يوليو من العام 2025
يفرض قيودا على حركة تكوين الجمعيات مع تشديد المتطلبات الإدارية والمالية. وتقول الحكومة أن الهدف من هذه التدابير هو تنقية القطاع والتصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تحتضن مدينة برشلونة الإسبانية نهاية الأسبوع الجاري قمة دولية موسعة برئاسة الرئيس الحكومة بيدر سانشيز وبمشاركة عدد من قادة الدول في إطار مساعي لتعزيز التعاون الدولي حول دعم الديمقراطية ومواجهة تنامي التيارات اليمينية على الساحة العالمية. وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه النقاشات السياسية حول التحولات داخل النظام الدولي، حيث تسعى الحكومة الإسبانية للدفع نحو تنسيق أوسع بين القوى ذات التوجهات التقدمية في مواجهة ما تعتبر تصاعد الخطابات وسياسات يمينية متشددة، من بينها مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى هامش القمة ينتظر أن يعقد أول لقاء ثنائي ضمن جدول الفعاليات بين إسبانيا والبرازيل، حيث يستقبل سانشيز رئيس البرازيل لولا دي سيلفا في استقبال رسمي، يعقبه اجتماع عمل بين الجانبين قبل الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة تشمل قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار. أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخا حاملا من طراز سويز 2.1 بي من قاعدة بليستيك الفضائية، وكان على متن مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، وذلك حسب ما أعلنت وكالة الفضاء الحكومية الروسية. وأفادت وكالة روسكوموس عقب إطلاق عملية الإطلاق تتبع مجموعة القياسات الأرضية التابعة للقاعدة الفضائية الصاروخ الحامل سويز 2.1 بي، وقد تمت عملية الإطلاق في الوضع العادي. وكشف مدير وكالة روسكوموس ديمتري بانكوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد الأسبوع الماضي أن طائرات مسيرة أوكرانية قد حاولت شن هجمات على القاعدة الفضائية خلال عملية إطلاق أقمار صناعية مخصصة لخدمات الإنترنت واسع النطاق. عناوين النشرة مرة أخرى: قسم السياحة بالإقليم الأوسط ينظم ورشة عمل حول تطوير القطاع السياحي. مناقشة خطة تطوير التعليم ومديرية شعب. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم سيمينارا للعمال في عد قيح. ترامب يعلن اتفاق هدنة بين إسرائيل ولبنان وإيران تفتح مضيق هرمز. بوركينا فاسو تقرر حل 118 جمعية ومنظمة غير حكومية. إسبانيا تقود تحركا دوليا لمواجهة سياسات اليمين المتطرف. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.